هتكلم عن موضوع مهم جدا، جات لي أسئلة على الصفحة كتير عنه، وهو الشخصية النرجسية. هتكلم عن نقطتين مهمين جدا في الشخصية النرجسية. النقطة الأولى وهو أن أثبتت الصحة النفسية والدراسات والأبحاث أن الشخصية النرجسية تزداد عند الرجال أكثر بكثير من السيدات. 2، لازم نتناقش في نقطة مهمة نفهم بيها سمة أو حيلة من حيل الشخصية النرجسية. أول حاجة إنه هو هيقوم بالعزل عن المقربين منك، وهيمارس كل حيله عشان يقطع علاقتهم بيكي. هيشوه معظم صورة أصحابك ويقولك إنهم مؤذيين أو بيغيروا منك، وهيصعب التواصل مع أي حد من ناحيتك، أهلك، أقاربك، أصحابك، ويفهمك دايما بعدم العدل والتقصير وإن أنت مهتمة بيهم جدا أكتر منه، وطبعا ده بيكون عكس الصح تماما، ويقنعك إنه هو الشخص الوحيد المناسب اللي بيحب مصلحتك وإن الكل لأ، عشان ما تسقيش في حد خالص. من ناحية تانية هيلعب لعبة بسيطة جدا ان هو يشوه صورتك قدام كل الناس. مع الوقت بيحصل توتر في العلاقات، وده بيخليه الناس تبعد عنك، وبيخليه يضمن انه يكون الملجأ الوحيد بالنسبة ليكي، لانه لعب نفسيا على الطرفين ويفضل مسيطر عليكي، ويضمن انه هو المسيطر الاول والاخير، وان مفيش اي مصدر للدعم تاني يخليكي تبقي قوية وقادرة تستحملي. انا اتكلمت عن الرجل النرجسي علشان هو اكثر نسبة، لكن في السيدة النرجسية وهي بتعمل هذا الموضوع بالظبط، بتبتدي ان هي تكره او تشوه الاصدقاء والاقارب، وتعمل حيل عشان تكون هي نمبر 1 وما يكونش فيه اي حد قريب من الشخص الضحية. شكرا ليكم، انتظروني في الفيديو القادم وهنتكلم عن الموضوع التاني او الحيلة التانية اللي الشخصية النرجسية بتستخدمها علشان تقدر ان هي تصطاد او تكسب كل حاجة تقدر عليها.